السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى الف خير. اليوم غتشوفوا معايا طريقتي في تحضير كيكه او تورته ديال 7 ملاعق. كتجي هشيشه، كتجي اسفنجيه بواحد الطبقه ديال الكريمه، كتجي رائعه واقتصاديه جدا. بيضه وحده تقدري تفرحي بها وليداتك وحتى الضيوف ديالك. تبعوا معايا الفيديو الاخر وغادي تشوفوا على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا. اذا المقادير اللي غنحتاجو لهذا الكيك: عندنا بيضه، 7 المعالق ديال الحليب، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال السنيده، وكاس ونصف ديال الدقيق. عندنا خماره الحلوى، ساشي ديال الكاكاو، ساشي ديال قهوه سريعه الذوبان. اذا بسم الله، غناخذوا الخلاط نديرو فيه بيضه، وناخذوا المعالق اللي عندنا. الاشاره هاد الملاعق راه كبار ماشي صغار. اذا 7 ديال الزيت، 7 ديال السنيده، و7 ديال الحليب، وغنزيدو عليهم ساشي ديال الكاكاو وساشي ديال القهوه سريعه الذوبان، وغنخلطوا كلشي في الخلاط. هنا من بعد ما خلطت كلشي غادي نزيد كاس ونصف ديال الدقيق وغادي نميكسي مزيان. وهنا غادي نزيد واحد المكون دائما كنساه لكم في المقادير، ولكن انا ما كنستغناش عليه في الكيك كاملين، وهو ملعقه ديال الخل، لان عندها واحد الفعاليه في الهشاشه ديال الكيك بصفه عامه. صافي، هنا من بعد ما كملنا الخليط كله غادي نجيبو المول اللي غادي نديرو فيه هاد الكيك، وغادي ندهنوه بطبيعه الحال الزيت ولا الزبده اللي متوفر عندكم، الدقيق. صافي، وغادي نخويو بحال هكا. بطبيعه الحال غنكونوا ديجا مسخنين الفران. وهنا الا لاحظتوا غادي نحاول نبقى نوسع في هذاك الكيك، نفرق فيه مزيان على المول كامل، حيت حنا الغرض ديالنا ان تجينا واحد الطبقه رقيقه ديال الكيك. بالنسبه للطهي ديال هذا الكيك فما كياخذش وقت بزاف، لان السمك ديالو رقيق، يعني ربع ساعه حتى ثلث ساعه حراره معتدله. اذا من بعد ما دازت 20 دقيقه صافي كنشوف الكيك، خشيت فيه كما شفت واحد العود خشبي وهشيش، يعني كنلاحظوا انه طاب دغيا هبط لي هذاك العود. راه كتجي هاد الكيكه بحال شي جينواز. اذا غادي نتسناو عليها حتى تبرد تماما، وغادي نسقيوها بواحد الكاس ديال الحليب. هاد السقوه كتعطيها واحد الرطوبيه، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. بهاد الطريقه هذه غنسقيوها، وغادي ندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي ساشي ديال الكريمه بودغ ديال كريمه شونتيي، عندي واحد ساشي ديال الكاكاو، وعندي كاس ديال الماء ما يعادل 150 غرام يكون بارد. اذا غادي ندير كلشي في واحد لو بول، وغادي نزيد عليهم هذاك الماء تدريجيا، وغادي نجيب الباطور ولا الطراب الكهربائي باش نطلع هذيك الكريمه ديالي. من بعد ما حصلت على كريمه بحال هكا، كريمه شونتي بحال هكا، غادي نجي مباشره تكون هذيك الكيك شربت هذاك الحليب اللي سقيناه بها، وغادي نبدا نوضع الكريم بهذا الشكل هذا، وغادي ندوزها كلها على السطح ديال الكيك.
كنستمروا حتى كنقادو هذا السطح بهذه الطريقه هذه، يعني كنبقاو نخدمو غير بشويه حتى كنحصلوا على واحد السطح مبسط ديال الكريمه. اذا بعد ما كملنا ونظفنا هذوك الجوانب ديال المول، غادي نمشيو نحضروا الطبقه الاخيره اللي هي بحال الكاناش. غادي ناخذ هنا 2 العلب ديال دانيت كراميل مع واحد الشكلاط بيض ذوبته. اذا غنخلطهم مزيان. غير الاشاره الى وقعت لكم انا طرات لي هنا في هذا الفيديو هذا، ملي بديت كنخلط هذاك الياغورت ديال دانيت كراميل مع الشوكولا، بحال شويه الشوكولا بحال شويه كرمليه شوكولا، فاضطريت انني رديت الكاسرونه اللي ذوبت فيها الشوكولات ودرتهم فوق البان ماغي باش تطلقوا ليا. شفتوا كيفاش ولاو؟ فوالا حصلت على هذا الخليط هذا. يعني لا طرات لكم نتوما ديروا نفس القضيه هذه. صافي هذه هي الطبقه هذه اللي غادي نديرو من الفوق. كنبداو غير بشويه غير بشويه كنديرو فيها حتى كنسرحوها على الوجه ديال الكيكه كامل. اذا غنستمروا بهذه الطريقه هذه غير بشويه باش ما تخسرناش الكريمه. صافي غتبقى لنا دابا غير المرحله الاخيره ديال التزيين. خديت شويه ديال الشوكولا سوداء وزدت عليها شويه د الحليب دوزتهم في حمام مريم. خشيتها في هذا البوش كما كتشوفوا، وغادي نقطع بالمقص غير واحد رقيق باش ندير هاد الخطوط اللي قلت لكم. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، تقدروا اي حاجه ديروها فوق من هاد الكريمه هذه، غير حنا بغينا نديرو فيها واحد المنيضر بحال المنظر اللي كيكون فوق ميلفوي. صافي غنديروا هاد الخطوط هذه وغنجرب واحد العود في اتجاهات المعاكسه. هنا بانت لي واحد البلاصه بان باقي ما عمريش بزاف الخطوط، عاود اضطريت زدتهم. كما قلت لكم راه التزيين كيبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد باش كيبغي يزين. اذا بعد ما كملنا التزيين هذا هو المنظر النهائي ديال الكيكه ديالنا. ضروري خصنا نديروها تبرد على الاقل واحد 2 ساعتين في الثلاجه. ملي كنقطعوها كما كتشوفوا راه كتجي رائعه جدا، بسيطه وسهله، لذيذه لذيذه. واللي اهم من هادشي انها لذيذه من غير انها اقتصاديه، وكتجي فيها واحد اللذه ديال الكراميل وديال هذاك القهوه السريعه الذوبان مع ديك الشونتيي، كتجي رائعه جدا. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون عجباتكم والفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق والبارطاج مع الاهل والاحباب، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.